السلام عليكم وتحياتي للجميع. والحكومة الإسبانية في موقف لا يحسد عليه. الحزب اليساري الموحد اللي هو جزء من الحكومة ديال بيدرو سانشيز يطالب سانشيز بالمجيء للبرلمان والتوضيح، وهذه هي المصطلح ديال الخلعات القمني. اش كيقول هذا الحزب هذا اللي كيدخل في السمار الحكومي؟ كيقول بيدرو سانشيز خصك تجي للبرلمان وتشرح لنا طبيعة التعاون المغربي الامريكي الاسرائيلي. قلت لك العقليه ديال فرنسا هادشي غادي نتمتعوا فيه ان شاء الله في واحد اللايف في المساء اللي كنحطوا الخطوط والنقاط العريضه وراكم معروضين. غير ما تنساش كمل هذا الفيديو حتى الاخر ودير معاك ديك لايك وخلي لي وجهه النظر ديالي. اولا طبيعه السؤال، انت كتقول بيدرو سانشيز اجي للبرلمان واشرح. بلاتي نقول لك نقراو حنا كاع المقال عاد. طالب حزب اليسار الموحد الإسباني المنضوي ضمن ائتلاف السمار الحكومي رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتقديم توضيحات أمام البرلمان بشأن طبيعة التعاون العسكري والاستراتيجي الذي يجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ذلك على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة الهجرة في مدينة سبتة الإسبانية. كيف ما قال هو مدينة سبتة، حنا نقولوا مدينة سبتة المحتلة. وسجل نواب الحزب إنريكي سانتياغو وفرانسيسكو ميسيرا وداروا هذا الموقف. دابا أنا غير بالله لهاد المسؤولين الحزبيين، وأنا كنتمنى بيدرو سانشيز يمشي للبرلمان ونشوف واش كيقول. واش بيدرو سانشيز هو رئيس الحكومة ولا ضابط استخبارات باش يشرح للعالم ويشرح للبرلمان الإسباني والإسبانيين طبيعة التعاون الاستراتيجي والعسكري بين المغرب وإسرائيل وأمريكا؟ ها الكوفيين علاش كيخرجوا؟ فهمتوا الحلقة ديال بن كيران علاش ربطتها بأحداث سبتة وربطتها بفرنسا؟ ربطتها على هاد الأسباب هادي. ها شنو غيجي؟ داكشي اللي كيعرفو بيدرو سانشيز هو اللي كيعرفو الحزب اليساري الموحد، هو اللي كتعرفو فرنسا، هو اللي كنفرحو غنعرفو حنا. أما العمق ديال هذا التعاون والعلاقات ديالو لا يعلمه الا الاتفاق نفسه. واش حزب كيطلب، هو جزء من الحكومه، كيطلب الحكومه ما كيعرفش خلفيات ولا خلفيات الاتفاقيات العسكريه المغربيه الامريكيه الاسرائيليه؟ ها عقلتوا على نبيله منيب قالت لك بغينا نديرو بهذا التسلح؟ دابا هنا أن من يدفع هؤلاء الإسبان يهددهم. راه إسبانيا حشمت الإسبان، حشموا يقولوا لنا المطبعين وجدوا لنا اليهود على الحدود لأنهم غادي يتعاقبوا بمعادلة السامية. راه هذا الشعار هو اللي كان في قصر المرادية وهو اللي قطعت به الجزائر العلاقات. سبحان الله العظيم، العدوى تحولت من الجزائر لمدريد. هي نفس الرؤية. فإذا هنا خصك أخي المستمع أختي المستمعة طرح سؤال واحد: من المتضرر من علاقة المغرب وإسرائيل؟ وعلى فكرة أنا لا أطبل لإسرائيل أو للعلاقات المغربية الإسرائيلية، أنا أدافع هنا عن العلاقات المغربية، عن المصالح المغربية. إسرائيل إلى الجحيم، أمريكا إلى الجحيم، ما عنديش المشكلة. أنا هنا قدروا يهدوهم على أن المغرب ممكن أن يهاجم إسبانيا وممكن أن يضرب مصالح إسبانية عسكرية في إطار تعاونات عسكرية مغربية أمريكية. هذا النائب هذا هو للأسف والله العظيم بعض المرات تنبدا نحلل وكنقول وقيلا حنا اللي عندنا الطوارو في كيمارسوا السياسة، ساعات أوروبا فيها الطوارو كتمارس السياسة، أوروبا فيها الأغبياء يمارسون السياسة ويقودون المشهد السياسي. لأن هذا النائب يكون جا لهذا الموضوع وتطرق ليه بما هو جيوسياسي بعيد عن ما هو جيو عسكري وأدخل فيه. أنا نقريك ودي الإسباني كيفاش تحل السياسة،
وأدخل فيه الصراع الإسباني الأمريكي، وممكن أن أمريكا تستغل تعاونها القوي مع المغرب ومع بريطانيا على خصوص عبر جبل طارق، والضغوط الاقتصادية اللي غتعرض لها إسبانيا، غادي نناقشوا معاك بمستوى آخر، كنا غنديوه الشق الاقتصادي والمالي. لكن انت غتسائل رئيس الحكومة على المغرب ماشي على أمريكا، وغتسائلوا على خلفية وطبيعة العلاقات. أولا ليطمئن بالك وليطمئن قلبك. أنا سأشرح لك الاتفاقية العسكرية، سواء لا مع أمريكا ولا مع إسرائيل. الاتفاقيات ما فيهاش تحالف عسكري، فيها فقط تعاون عسكري. ونشرح لك الفرق بين التحالف والتعاون. التحالف هو أنه إلا دخلت الحرب غتجي معايا أمريكان وإسرائيل باش يحاربوا معايا، وإلا دخلوا لهما الحرب غنصيفط الجيوش ديالي باش تحارب معهم. هاد الاتفاقية ما تخافش منها، إلا غنخليو ضربوك حنا بوحدنا. التعاون العسكري والاتفاقيات ديالو أنا سأفسرها لك بإمعان وبسهولة. أنا كنعرف كلامي ما غيوصلكش، ولكن غيوصل لفئة كبيرة اللي غادي يتوصلوا وغادي يتداولوا بعدة لغات حتى نقزم هذه الأقزام التي هي مقزمة أصلا. التعاون العسكري فيه أولا يعتمد على التعاون في المعلومة الاستخباراتية، والموساد اللي عندها معلومات إسرائيلية غتعطيها لينا، والسي والاف بي اي والامن الفيدرالي اللي عندهم معلومات استخباراتيه غيمدنا بها وفق الاتفاقيات. النقطه الثانيه في التعاون العسكري هو انك تعطيني احدث المنظومات العسكريه اللي عندك. اللي عندك منظومات عسكريه متطوره، وهذا الشيء هو اللي خلى المغرب يحصل على القبه الحديديه، مقلاع داوود، صواريخ امريكيه، حصل على الاف سايز فايبر، الاف 35، صواريخ جافلين ولا سميت باباهم اللي كيتحملوا على الاكتاف اللي هما بحال الار بي جي، وخف من الار بي جي واقوى من الار بي جي والكثير من المنظومات العسكريه اللي المغرب حصل على دبابات ابراهامز والكثير من الامور. هذا كيدخل في اطار التعاون العسكري. والنقطه الثالثه هو انه ممكن حتى لو كانت حرب كيكون تعاون في رسم الخريطه الحربيه، وهذه كيدخل فيها التعاون في تكوين العسكريين. هذا هو التعاون العسكري وطبيعته مع أمريكان. لكن التعاون الجيوسياسي واللي هو الأهم والاقتصادي مع أمريكا كيحتاج اللايف، وفي اللايف غنهضروا على مجال الطاقة و750 مليار اللي وقع عليها دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي، واللي ميناء الناظور غيكون من المدن المستفيدة من هذه الصفقة هذه. والرافعة البحرية اللي تكلم عليها جلالة الملك، والكثير من الأمور والكثير من الأشياء لإسبانيا اليوم خارج اللعبة السياسية وخارج اللعبة الاقتصادية. فبذلك إلا جبتي انت رئيس الحكومة وقال لك هاد الهضرة هادي، شنو في نظرك قادر تغير انت ولا بيدرو سانشيز ولا حتى الملك ديال اسبانيا؟ شنو هو الحل؟ الحل بين قوسين، واعتذر على هذا المصطلح، هو تحيدوا السروال قدام المغرب، هو تركعوا قدام المغرب، واللي بياكم العجل في هذا الباب هذا وحطكم مكشوفين راه حط السروال قبل منكم. وسولوه. وانا ما عمرني كنت كنظن ان اسبانيا هشه لهذه الدرجه هذه على انها سهله تخترق من طرف فرنسا، وان المعركه من الجزائر والكابرانات اللي كانوا كيقودها فكر عسكري انها تمشي لفكر ذو ايديولوجيه سياسيه حزبيه في اسبانيا.
واللي غتجر الويلات على اسبانيا. وانا فاش تكلمت على خيانه داخل اسبانيا، هي بدات كتوضح لنا، لان هذا الحزب كون كانت كتعنيه المصالح كان خصو يبرك مع رئيس الحكومه ويخرجوا ببيان ويشرحوا، ولا ما يمشيو للبرلمان. المهم على العموم الساعه 10 ان شاء الله بتوقيت المغرب في سهرة اليوم يكون هذا موضوعنا، مع مواضيع أخرى اللي كنتمناو أننا نتطرقوا لها وأننا نحلوها ونضربوها في الصميم. تحياتي لكم، وما تنسوش ديك لايك عفاكم.